بنتي وبنت عمري بتبتزني. أصعب إحساس في الدنيا لما تجيب ضناك الدنيا عشان يبتزك ويستغل ضعفك. مشكلتي بادئة بقالها شوية بتوجعني وبتألمني ومش عارفة أعمل إيه. بنت عمري اللي اديتها كل عمري، ومش هي بس، هي وأبوها وكل إخواتها. أنا متجوزة من سنين كتير ومخلفة 4 ولاد. جوزي طول عمره في الغربة ومتبهدل عشاننا، وطبعا ما اقدرش اقوله ينزل لاني مش هوافق ابدا ارجع لعيشة الفقر اللي خلاص نسيتها. مدخل ولاده مدارس لغات، بيلبلنا طلباتنا وبيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. بس انا كست ناقصني حاجات كتيرة قوي. ناقصني احس ان جوزي جنبي اتدفى بيه ويتدفى بيا. بس قعدت اقاوم ده في نفسي، وقعدت اقول لنفسي ما تفكريش في ده، عيشي، المهم ولادك يعيشوا احسن منك. وعشت وكملت وخلفت 4 ولاد. جوزي بيجي في السنة كلها شهر واحد. اخر طفل عندي عنده 8 سنين. بنتي كبرت وابتدت تطلب وابتدت يبقى ليها اصحابها ودنيتها الخاصة، لكن انا ام واب ما بسمحش باي حاجة غلط تحصل. على طول اقول غلط وما يصحش وعيب وحرام. لحد ما بنتي طلبت مني انها تاخد درس انجليش. طبعا رفعت التليفون على ابوها وقلت له بنتك محتاجة درس انجليزي. قال لي وماله، امال انا متغرب ليه؟ وجبت المدرس عشان تبقى بنتي قصاد عينيا. لكن ما كنتش اعرف ان هيحصل اللي هقوله لكم ده. ما كنتش اعرف ان غصب عني هتعلق بيه. ما كنتش اعرف ان من اول ما هيجي البيت غصب عني في حاجة جوايا بتشدني ليه. ايوه اتشدت له. ايوه كنت بحس ان انا محتاجة ان اشوفه. بقيت استنى ميعاد الحصة بفارغ الصبر، وهو كمان حس بكده وبقى يبادلني نفس النظرات والشعور. بقيت ادخل واقول لا، مش انتي طول عمرك بتربي صح، انتي طول عمرك راجل وست، ازاي ممكن تضعفي؟ لكن غصب عني انا واحدة ست محتاجة اسمع كلام معين، محتاجة اقول كلام معين. وابتدت الدنيا تجري بيا، وبقيت استنى المدرس. ومش بس استناه، ده انا بدخل وابقى على سنجة 10 في الوقت اللي انا عارفة انه هيجي يدي لبنتي الدرس. وهو كمان بقى يجي في ميعاده مظبوط، ويا دوبك اقدم له الحاجة اللي يشربها والاقيه بيحط ايده على ايدي. طبعا انا ارتبك جدا وما بقاش عارفة اتلم على اعصابي. ولقيته دايما يقول لي انا مستغرب انت ازاي عندك بنت اصلا في ثانوية عامة. انا اول ما شفتك ما اديتكيش اكتر من 25 سنة. كلام حلو، كلام ببقى فعلا نفسي اسمعه طول عمري. مش بس كده، ده انا في مرة كنت حاطة عدسات لقيته بيقول لي عينك احلى بكتير. وفي مرة بنتي كان عندها درس، حصة زي اللي بيجيلها دايما يديها لها، وقالت لي انا ناقصني طلبات ونزلت عشان تجيبها. وفي الوقت ده هو جه وخبط، واول ما فتحت الباب ما بقتش عارفة اتلم على اعصابي. وهو اول ما لقى بنتي مش موجودة وبقيت العيال ملهيين جوه وبيلعبوا، لقيته بيقول لي مش قادر اخبي احساسي اكتر من كده. انا معجب بيكي من اول ما جيت البيت ده. هو جوزك ده ايه، ما عندوش نظر؟ ازاي يسيب واحدة زيك؟ ولقيته بيقرب وبيمسك ايدي، وفي اللحظة دي لقيت بنتي داخلة عليا. طبعا ارتبكت وهو ارتبك، وبنتي بصت لنا باستغراب ومستغربة ازاي يحصل كده. ومن ساعتها وانا مش عارفة احط عيني في عين بنتي، ويا ريتها جت على كده. بنتي استغلت نقطة ضعفي. بنتي بقت ما اقدرش اقول لها لا على اي حاجة. بقت تقول لي يا ماما اعملي حسابك انا خارجة بكرة مع اصحابي. يا ماما اعملي حسابك انا بكرة عندي رحلة. وطلبات كتير ما بتخلص. واللي كنت زمان بقول عليه لا، دلوقتي ما بقتش عارفة اصلا اقول لها ايه.
اخر مره لقيتها بتتكلم في التليفون مع شاب من زمايلها اللي انا منعاها انها تكلمهم. ولما رحت قلت لها ازاي تكلمي الشخص ده مع اني قلت لك ما تكلمهوش قبل كده 100 مره، لقيتها بجحت فيا ووقفت قدامي وعينيها في عيني وبتقول لي هو النبي ما تعمليش عليا يا ام، ده اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عارفه انت بتكلمي مين؟ انا امك. قالت لي امي لكن امي ما ينفعش تقولي حاجات هي نفسها ما عملتش بيها ولا التزمت بيها. بصي يا امي، زي ما انا سبتك تعيشي حياتك انت كمان سيبيني اعيش حياتي. هنا كانت الصدمه، ما بقتش عارفه انطق وخدت منها التليفون، لكن خوفي انها تكلم ابوها وتحكي له خلاني تاني يوم انا اللي اروح اديها التليفون بايدي واعمل اني بطبطب عليها واقول لها خلاص نبدا صفحه جديده. لكن بنتي كانت اذكى مني وفهمت ان بقى ليا نقطه ضعف، ومن هنا ابتدت تقول لي حاضر يا ماما نبدا صفحه جديده. مش عارفه اعمل ايه. انا بعت اقول لك قولي لي اعمل ايه. انا بنتي بقت هي اللي بتبتزني ومش عارفه اقول لها غلط ولا صح، وكمان خايفه لا شيطانها يوزها وتكلم ابوها وتنهي حياتي معاه، رغم اني صابره معاه اكتر من 18 سنه ومستحمله غربته.